الحقن الموضعي. الدكتور قال لي ان علاجك هو الحقن الموضعي. يعني ايه الحقن الموضعي؟ الحقن الموضعي انه بستعمل وسيلة علاجية لعلاج جزء معين او مفصل معين. بمعنى ايه؟ مثلا عندي اصبع زندي، عندي مشاكل في الكتف او تيبس مفصل الكتف، عندي تنس إلبو، عندي جولفر إلبو. كل هذه الأماكن هي أماكن فيها مشاكل موضعية في أماكن محددة بسبب الوضع التشريحي ووضع الحركة والفسيولوجي والميكانيكا بتاعتها بتستجيبش العلاج بشكل سريع. بنضطر ناخد أدوية كتيرة جدا لأوقات طويلة جدا، مضادات للالتهاب، مضادات الألم، باسط العضلات وخلافه، وبعديها بنعمل معاها علاج طبيعي ولازم راحة فترة طويلة. فكرة الحقن الموضعي هي فكرة قائمة على فكرة في منتهى البساطة، إن بعد ما كنت هاخد ادويه كتيره جدا، حبوب وحقن والبوس، والدم ياخدها يوزعها على اجزاء الجسم كلها فينوب الجزء التعبان جزء بسيط من العلاج، احنا بناخد العلاج بتاعنا ونحطه في سرنجه صغيره وبسن رفيع جدا مخصص للحقن الموضعي لتقليل الالم، وبندخل على الجزء التعبان سواء في الصباع او في الكوع او في الكتف، وبنعمل ما يسمى بالحقن الموضعي. وده بيبقى علاج له ميزه كبيره جدا. واحد، ان هو بنحط تركيز الدواء كله بتاعنا في المكان التعبان فبيبقى الفعاليه بتاعته عاليه جدا، والعيان بيحس بتحسن على طول من بعد الاجراء. اتنين، ان هو بنج موضعي وما بناخدش اي بنج كلي ومفيش اي مشاكل ولا مخاطر. احيان كتير بنبقى محتاجين لجهاز الاشعه وبنحقن تحت جهاز الاشعه. الميزه الاهم انه بيخلينا نتفادى الادويه كتير بالاثار الجانبيه الكتير بتاعتها، الكبد والكلى والمعده. اذا احنا عندنا فعاليه عاليه زائد اثار جانبيه قليله، وهي دي الميزه الرئيسيه لما يسمى بالحقن الموضعي. دايما في علاج الالم بيبقى عندنا وسائل تحسن المك لكن بمشاكل اقل وباجراءات بسيطه. تمنياتنا بالصحه والسعاده، ودايما نشوفكم بدون الم.